سيدنا محمد أشرف المخلوقات وعلى آله وصحبه أجمعين. مجموعة مباركة جميع الإخوان والأخوات الحاضرين معنا وتحية نضالية. اليوم كما جرت العادة أننا في إطار البحث عن حل واحد المعضلة داخل هذه المدينة العزيزة، وهي معضلة ملف فيداسو. ملف فيداسو اللي جا البارح بمجموعة ديال التطورات خطيرة تندر بأنه ما كاينش قانون في المدينة، وبطبيعة الحال كاين القانون ونعترف بالقانون ونحن مع القانون، ولكن في إطاره أولا الاجتماعي وفي إطاره المعقول، علما أنه البارح تعرض مجموعة ديال الأخوات ديالنا والإخوان شركة فيداسو لواحد تعسف، وراهم حاضرين معنا اليوم. واليوم غادي نعطيهم الكلمة كذلك أنهم يتكلموا على هذا الموضوع اللي كنظن بأنه لو كان في شي بلاصة أخرى وكان تحل هذا المشكل. إلا نلقاو حنا 300 عائلة تخرج للشارع وتشرد، 300 عائلة بالأبناء ديالها، بالبنات ديالها، بالناس اللي كيعولوهم واللي كيوقفوا معاهم ويعطيوهم ما ياكلوا وما يشربوا، بطبيعة الحال الدراسة ديال الأبناء ديالهم. هذا الملف اللي حاولنا ما أمكن أننا نكونوا فيه لينين بطبيعة الحال في إطار المنهجية ديال النقابة وهي التشاركية، وفي إطار الشعار اللي بدينا نرفعه وهي النقابة المواطنة. أظن بأن هذا الشعار البارح تضرب بطريقة يعني صارخة، وتضرب بواحد الطريقة لا إنسانية. إذا كنا اليوم في دولة اجتماعية، وهذه الدولة الاجتماعية اللي موقعة على مجموعة ديال المواثيق، موقع على مجموعة ديال المقررات ومجموعة ديال القرارات الدولية اللي كتحمي الحقوق ديال الشغيلة في إطار منظمة العمل الدولية، وكذلك في إطار كتحمي الحقوق ديال المواطن عامة في إطار حقوق الإنسان. البارح الحقوق ديال المواطنين والحقوق الشغيلة تضرب عرض الحائط. البارح حضرنا لواحد إنزال أمني مكتف، يثير التساؤل ويثير الاستغراب ويثير حتى الاستهزاء، لدرجة أنه مجموعة ديال المدرعات ومجموعة ديال الصافيطات ومجموعة ديال جميع أشكال الأمن الوطني مع احترامي لهم نزلوا في هذه العملية. وبطبيعة الحال نزلت معاهم الوقاية المدنية ونزلت معاهم المدرعات الخاصة بالشغب. لاش؟ باش يجريو على واحد المجموعه د العيالات تيدافعوا على حقهم في اطار القانون. تم افراغ المقر بالقانون. واش انا ما عنديش الحق نحتج في الشارع العام؟ انا عندي الحق نحتج في الشارع العام، الناس يحتجوا في الشارع العام في التروطوار. تم افراغ المقر وبقى الامن الوطني حاضر لمده شهر. وهذه تساؤل بطبيعة الحال. أسيدي تتحميو المواطنين، تتحميو حق المواطنين، مرحبا، نحن معكم ونحن مع القانون، ولكن الاستثناء في القانون ما كاينش. الاستثناء يعني كاين امتياز، يعني كاين محاباة، يعني كاين شي حاجة كاين بابا. واش نتوما تتكلموا على دولة الحق والقانون وحنا تنتكلموا عليها ونفتخروا بها، سواء داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، وآخرها افتخرنا بها الحمد لله في بلادنا. فإذا كنا غادي نفتخروا بالبلاد ديالنا ونفتخروا باللي وصلنا له من حقوق الإنسان ومن مجموعة ديال الامتيازات ومجموعه ديال الخطوات اللي ضربتها هذه المملكه ديال 12 القرن وفي ظل القياده الشريفه ديال الملك محمد السادس نصره الله، واللي نتمناو انه يشوف بعين الرحمه لهاد الناس ويشوف من هذا الملف هذا ونبحثوا في هذا الملف. نحن نعلم جيدا بان هذا الملف يؤرق مجموعه ديال الناس وكنعرفوا بانه سنتعرض لمجموعه ديال الممارسات في الوقوف ديالنا مع هاد الناس، ولكن راه ما يديناش النعاس الا ما نوقفوش مع الحق. راه التمسخيط اللي عطانا سيدي ربي وما نوقفوش، ما نخليوش شي واحد يتظلم، ماشي لاننا حنا كنطلبوا شي حاجه ما كايناش. كيطلبوا هاد الناس الحق ديالهم. 300 عائله باش نوضحوا للراي العام، 26 سنه من العمل، 26 سنه حاضرين فيها عاملات وعمال، كل واحدة وكل واحد فيهم
يتوفر على مستوى دراسي عالي. موينو هاد الناس كلهم تبارك الله قاريين، هاد الناس كلهم متميزين، لانهم ما يمكنلوش ما يكونوش قاريين ويطريطيو الملفات عبر المعلوميات او النظام المعلوماتي. للتذكير باش ما نطولش عليكم وما نطولش على الاخوان، غادي نعطيكم كرونولوجيا ديال الاحداث ديال هذه الشركه حسب ما توصلت به من معطيات وحسب ما توصلت به من الاخوات ديال فيداسو. هذه الشركه هي شركه مساهمه اولا، ولا بد من التسجيل بانها شركه مساهمه. هذه الشركه ضروري قانونيا انها توفر على مجلس الاداره ومراقب للحسابات. هذه الشركه خاص المراقبه ديال المحكمه التجاريه، والمحكمه التجاريه هي اول وحده جرات على هذه العاملات، وهي اللي سهرات على تنفيذ القرارات ديال الافراغ وتفك الاعتصام، وبالتالي المحكمه التجاريه كان خاصها تكون مراقبه لهذه الشركه. الشركه ابدات وبقات كتشتغل لمده سنتين من 2018 ل 2021 دون اداره. ولا كان كيتطبق القانون خصو يتطبق حتى في هذا الشيء، ولا كنا كنراقبوا خصنا نراقبوا كل شيء. يراقبوا غير المسكين، ندقدقوا غير هو. العيالات البارح ياكلوا الشونديلات وياكلوا الطاش والاهانات والسبان والهضره الطايحه وفي تالي الليل. اويلي شنو غادي تفرغوا ولا شنو غتفكوا له؟ وهكا غير جاو عندنا وقالوا لنا نحيدوا. علاش؟ حفاظا اولا على الامن ديال المدينه. ما عمرنا كنا في الاتحاد العام جامي وما غنكونوش مصدر فتنه في هذه المدينه. حنا غنكونوا مصدر سلم اجتماعي في هذه المدينه. الاتحاد العام غيبقى اللي كيدفعنا او تيستفزنا اننا نكونوا فتنه. ما نكونوش فتنه المدينه، لاننا ولاد المدينه، لاننا عندنا غيره على المدينه، ولاننا باغيين المدينه تزيد، ما باغيينش المدينه ترجع مارشا ريال. وهذا الشيء كيرد المدينه ماشي مارشا ريال، كيردها اللور. للتذكير ويعرفوها الاخوان، جميع الاموال ديال هذه الشركه كانت تحول الى الخارج، كتمشي الفلوس للخارج. المديره اللي عندنا معاها الاشكال واللي هي صاحبه الاشكال قدمت الاستقاله ديالها في شهر 8 2018. سجلوا هذا الشيء باش تعرفوه. وفي السجل التجاري جات في شهر 2 جنبير وكرات المحل من اجل الاحتيال على الشركه. يعني في نفس لاطات كرات هذا المحل، موراه كرات هذا المحل. هذا احتيال على القانون. هذا عقد الكراء انت قدمتي الاستقاله مشيتي كريتي. هاد المالكين ديال هاد الشركه ديال فيداسو قاموا بشراء هاد العقار بطرق كما كنقول دائما احتياليه. من اجل اش؟ من اجل طرد هاد العاملات ونجريو عليهم. الشركه بقات كتخدم وتصرح الاداره ديال الضمان الاجتماعي واداره الضرائب رغم ان المالكين ديالها كاينين في الخارج. غنشوفوا عاود دابا اللي غيشرح هذا الشيء يشرح هذه المتناقضات. والمديره قدمت الاستقاله ديالها وجميع الارباح كانت كتمشي للخارج. وللتاكيد حسب ما توصلنا به ان كل شيء كان كيمشي للخارج دون المرور على مكتب الصرف. ملي ما كنمروش على مكتب الصرف اذا الشركه ما كتكسب التاليات، وهي الفلوس راه كانت كتمشي للخارج بطريقه او باخرى. مالك الشركه من بعد ما توقف النشاط ديال الشركه قام بالتصريح بانه باع الشركه الى شركه اجنبيه ووهميه، والمحكمه سمحات له يتسجل البيع والتنصل من المسؤوليه. هادشي كله وهاد النقاط كاين مازال نقاط اخرين الاخوات يقولوهم. هادشي كله يعتبر احتيالا على القانون، وهادشي كله مر عن طريق بعض محطات، مرت عن طريق المحكمه التجاريه. وبالتالي اليوم
واش اللي جا يستثمر في المغرب يستثمر لنا 4 ريال واحد المده ويجري لنا على 300 او 200 ويخلق لنا كارثه اجتماعيه وانسانيه ويمشي بحال. اذا حنا هنا غنرجعوا في التالي امام مجموعه ديال المعضلات في قلب هذه المملكه الشريفه اللي جاي ينصب على الناس ويمشي ويخلي لنا كوارث اجتماعيه ما لقاو لها حل لا من الجانب الاجتماعي ولا من الجانب الانساني. اذا حنا دابا الان كل نهار غادي نلقاو بؤره، علما ان هذه الشركه راه حلات عاود مقرات اخرى وفروع اخرى، دار البيضاء وفاس، باسماء اخرى وبمسؤولين اخرين وبناس اخرين اللي كانوا كيساعدوها في هذه العمليه اللي تدارت. الكل غيتسائل شنو حنا باغيين او شنو بغاو هاد الناس. هاد الناس ما بغاو حتى حاجه، بغاو حقهم، عطيهم تعويضاتهم يمشيو بحالاتهم، عطيوهم المستحقات ديالهم يمشيو بحالاتهم. باش يخدموا مع بحالكم ما يمكن لهمش يخدموا مع بحالكم، ما يخدموا لا معاكم لا مع بحالكم، لان كيما درتيو لهم نتوما غيديروا لهم واحد اخرين، علما ان هاد الشركات دابا اللي تنهضروا عليهم اللي تيخدموا في هذا المجال المعلوماتي بهذه الطريقه اللي التريتمون ديال لي دوسي والملفات بدات تتكاثر داخل المغرب وموجوده، وخاصه واحد الرقابه تكون صارمه باش ما يجيش شي واحد كما العاده وكما وقع لهاد في داسو. هاد في داسو راه حلات مقرات اخرين، راه غدير لهم نفس الخصاين ولا غدير لهم شي طريقه واحده اخرى، لان كاينين الناس اللي كيعطيوها الفتوى من اجل اكل عرق وجبين عرق جبين العاملات والعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم امر باداء الاجره الاجل قبل ان يجف عرقه. هذه كلات العرق الداس وكلات اللي مور العرق الناس وكلات رزقهم وخلقات لهم يعني مشاكل انسانيه واجتماعيه داخل المنازل ديالهم وداخل الاسر ديالهم، لا لشيء سوى انه ما كاينش اللي يردع بحال هذه النوعيه. البارح شفنا واحد الحاله مزريه لوحدات الصباح والعيالات مليوحين حوايجهم، مليوحين طناجرهم، مليوحين العيالات مليوحين في التروطوار، العيالات في الوحدات الصباح عندهم والديهم عندهم ولادهم يوصلوا لهذا المستوى، والسلطه المحليه تتابع وبتركيز ويعني واحد المسؤوليه كبيره شتا عند السلطه المحليه البارح تبارك الله عليهم. فهذا الامر هذا كانت يعني متميزه التدخل ديالها، وفي العصا وفي الضرب كانت متميزه. واحيي السلطه المحليه على المعامله اللي تعاملت مع هاد الناس البارح، واحييها في دوله الحق والقانون سنه 2022. الوقت لصاحب الجلاله يبحث جليا ويبحث مليا من اجل اخراج المواطن المغربي من الضيق اللي فيه وتمديد او جعل الحمايه الاجتماعيه تكون واحد السبيل من اجل اخراج المواطن المغربي من مجموعه المشاكل الاجتماعيه. كيجيو واحد اخرين وتيرسخوا مبدا نحن ضد توجيهات صاحب الجلاله، ونحن مع القمع، ونحن مع التشريد، ونحن مع الضرب، ونحن مع تنفيذ كل ما يمكن نعتوه او وصفه ب يعني الحقره، بالدارجه الحقره. حقروا العيالات معاهم حتى شي واحد، وطبيعه الحال كنتي غتنفذ القانون كنتي تنفذو غير بالتي هي احسن طبيعه الحال. احيي كذلك انا لا سأقولها، احيي كذلك الامن الوطني بطبيعه الحال عنده تعليمات، ولكن الامن الوطني التعليمات اذا كانت زعما خارج واحد السياق، لان هذا شهر والناس حاضرين المحل. واش هاد الناس فوق القانون حاضرين لهم محل؟ غير محل، هذا راه سميتو غير محل ما قبل. حاضر الامن كامل مده شهر من بعد الافراج، ونتمنى ان الامن كذلك وتجي التعليمات يحضروا محلات ديال عباد الله اللي عندهم الافراغ الكرا واللي عندهم، ولا كنت كليت شي واحد انا في الكرا شي واحد يولي المحل ديالو، راه ماشي راه حرام وعيب وعار ان هادشي نشوفوه، وحرام وعيب وعار اننا نواجهوا السلطات المحليه والامن الوطني امام الراي العام بهذه الكلمات، وحنا مولفين كنشتغلوا جماعه من اجل
السلم الاجتماعي ومن اجل سلم هذه المدينه ومن اجل ترسيخ المبدا ديال انه المدينه ما يمكن لهاش تزيد القدام الا بسلم اجتماعي. اليوم الحضور ديال الاخوان مشكورين جميعا، ان الاخوان حتى ضامون مع الاخوان اللي ديال فيداسو حضروا معنا في هذه الندوه الصحفيه. جميع القطاعات نؤكد لكم ان شاء الله تعالى بان هذا الموضوع او هذا الملف ما يمكنلوش يمر مرور الكرام، وتنأكدوا مرة أخرى بأن هذا الملف راه غنمشيو به وغنمشيو كما كيقولوا النصارى جوسكو بو، إلى آخر رمق. آخر رمق إلا جبنا الحقوق ديال هاد الناس، وإلا تجاوبت معنا السلطات المحلية وتجاوبت معنا السلطات القضائية اللي عندها 3 ديال الشكايات ديال هاد الأخوات ولم يتم البت فيها منذ أزيد من 1.5 سنة أو 2 سنين، وتم البت بسرعه في الافراغ وفك الاعتصام، وبالتالي حنا راه غنبقاو مع هاد الناس، ولا غيمشيو للحبس نمشيو معاهم كاملين، ولا غادي ديروا لنا عاود شي قوالب ديروهم لنا من دابا، حنا عوالين عليهم. وإلا اي واحد قال انا بغيت حقي يمشي للحبس، هذا فخر للجميع، فخر للجميع. حرام وعيب وعار نشوف مرأة منها اختي منها امي منها بنتي وما ننساش تنقولها تعرضنا لمجموعة المساومات، واقولها وانا مسؤول عليها، مجموعة المساومات من اجل البيع والشراء في هذه العيالات، واتحدى شي واحد يمشي يقول لي شنو نجبد له شنو. مساومات من اجل البيع والشراء في هذه العيالات. اللي غيقلب يبيع ويشري في هاد العيالات عطيهم رزقهم، عطيهم ما يحقهم. راه ما ندخلوش على ولادنا، اقسم بالله ما ندخلو على ولادنا قرش من العرق ديال الناس. وملي نبغيو ندخلو الفلوس كنعرفو كيفاش ندخلوها وتنعرفو كيفاش نربحوها حلالا طيبا بلا ما يتبعني عليها حتى شي واحد، لا بدعاوي ولا بتا حاجه. اليوم نؤكد بأن هذا الملف سيبقى ملف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بفاس، وسيبقى ملف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وضعنا سؤال بالبرلمان مباشرة جاو جراو عليهم، يعني من يتحدى أو من يقف وراء هذا الملف شي واحد يمكن الله يعلم ما عرفناش، هذا شي واحد فوق القانون كنظن، ولا كاين شي عطيونا شي تفسير، تعطينا تفسير. الا غتعطي لنا المحكمه حنا ما تعطيناش المحكمه، تحكموا بطريقه ديال واحد حط شكايه حكمات له، ولكن التسريع في الاجراءات والطريقه تثير بعض التساؤلات من حقنا اننا نتساءلوا. مجموعه ديال الامور اخرى فين هما الشكايات ديال الاطراف المشتكى بها، درنا محاضر، صوبنا خيانه الامانه، صوبنا النصب والاحتيال، صوبنا مجموعه ديال الشكايات، حتى وحده ما تم التفعيل ديالها، ما تم البت فيها. اذا واش عندنا الحق نتكلموا ولا ما عندناش الحق؟ واش حنا كما قلنا في دوله الحق القانون ولا كل واحد يمشي يقط شي ساريه ويبدا يبكي فيها حتى يطيب ويمشي بحالاته، ولا يمشي كل واحد يقلب فين يمشي؟ واش حنا عباد الله 300 عائله تخرج لنا اكثر من 19000 مجرم و19000 اش غنقول مراه كدور في الزناقي و300 راجل في الزنقه. شنو هاد المصيبه؟ واش ما كاينش اللي يشوف بحال هاد البلاد؟ نخاطب فيكم الروح الإنسانية، نخاطب فيكم الروح الوطنية، نخاطب فيكم الروح المسؤولية، نخاطب فيكم روح حب هذا الوطن وحب الملك وحب الشعار ديال المملكة، الله الوطن الملك. وشوفوا من حال هاد الناس، وشوفوا من حال هاد الناس. الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق. راه حنا عيينا نديروا التوازن، راه حنا عيينا ناخذوا كل حاجه من الوسط، كنحاولوا ما امكن ناخذوا من هنا ومن هنا ونديروا واحد اللحمه، واحد الالتئام، وكل ملف نفتحوه بطريقه او باخرى. راه شوف، راه هذا الشيء ما يمكنش يخدم المدينه وما يمكنش يخدم البلاد وما يمكنش. راه كنحاولوا ما امكن اننا نشوفوا واش على قدر الله، انا كنقول على قدر الله
السلطه المحليه تدخل مع عمرو تدخلات، مديريه جهويه ديال الشغل والو، حتى جا هذا المدير الجهوي الجديد اللي التحق البارح عندنا وجا وكيحاول يحل. واش ما كاينش عقلاء في هذه المدينه يقلبوا يحلوا المشاكل الناس؟ راه هاد الناس ما ويتواجهوا بالسبان ويتواجهوا عباد الله بالافراغ وفك الاعتصام في 11 الليل وفي 1 الصباح. كيف يعقل ان الافراغ يوقع في 6 ما عرفت، ودابا عاود فك الاعتصام في 1 الصباح ولا 12 الليل ولا 11 الليل ويتسد الطرقان وتجي علاش؟ غير علاش؟ كان اجدر بكم غير تواصلوا معنا وتقولوا لنا حيدوا هاد العيالات عندنا امر ها شنو ونزيدوكم قانونيا. فك الاعتصام جاب باسم اشخاص، ما كيجيش فك الاعتصام باسم 6000، جاب اسم 11 الناس، يحيدوا 11 الناس ونجيبوا عاود 20 واحد اخرين، عاود ديروا فك الاعتصام تما نبقاو الى يوم يبعثون. راه كلشي تيعرف يدير القانون وكلشي كيعرف الهفوات القانون وكلشي كيعرف كيفاش يحتال على القانون. وحنا كنقولوا هاد الناس لانهم نساء واغلبيتهم نساء تنقولوا زعما تحلوا معاهم المشاكل. نؤكد مره اخرى بان هذا المشكل راه غادي نبقاو متابعين عن كثب اقليميا ووطنيا، والى اقتضى الحال سنكون مضطرين ان جميع الاقاليم تهبط لعندنا ديال الاتحاد العام لتساند، ومجموعه ديال الاقاليم عبرت عن الرغبه ديالها تحضر مدينه فاس من اجل مسانده هاد الناس اللي غنقول لهم حنا معاكم ومعنا كاملين، معنا الله ومن بعد الله كاين حامي الملة والدين في هذه البلاد اللي هو صاحب الجلاله، وكنتحداو اي واحد كيفما كان الا صاحب الجلاله، لانه نعلم جيدا بانه هو اللي شد الامن والامان ديال هذه المدينه من بعد الله وديال هذه البلاد. لو كان ما كانش هو نحن نعلم جيدا ما سيقع، خاصه اذا جات بحال هذه المصائب ولا هذه المشاكل في الدين وحدين. لا يخافون المخلوق، لا يخافون الخالق، يعملون من اجل المصالح الشخصيه. مرة أخرى لأننا تنظيم، والتنظيم يحترم نفسه ويحترم الهيئات ويحترم الهيئات بمختلف أصنافها. كل التحية والتقدير للسلطة القضائية، نحترم قراراتها، ولكن لنا الحق في الملاحظة ولنا الحق في الانتقاد إلى أن يثبت العكس. كل التقدير والاحترام لكل السلطات الأمنية بكل أطيافها اللي حضرات البارح، جميع التشكيلات حضرات البارح. غتكون غادي نفكوا بوليزاري هذا جهد الجدار الأمني ديال الصحة، جميع الأنواع حضرات نحترموها ونثمن مجهوداتها، ونعلم جيدا أنها تنفذ أوامر السلطة القضائية، ونتمنى منها خالصين أن تكون صورة حضارية لجميع المواثيق التي وقعها المغرب، المواثيق الحقوقية والمواثيق التي تصون حقوق المواطن، بعيدا عن التصرف، بعيدا عن الشد والجد، بعيدا عن الضرب والشتم، لأننا نعطي الدروس لدول أخرى ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعطينا الدروس. تحية خالصة مرة أخرى للسلطات المحلية بما فيهم قائد الملحقة اللي كان شديد في تنفيذ المقررات سواء في فك الاعتصام أو الإفراغ. وأؤكد له بأننا كنقابة سندافع عن حقوق هذه الفئة وهذا القطاع وهذه الشركة. وأؤكد له كذلك بأنه ملي يكون شي حاجة ديالنا ونشوفوه تيدير شي حاجة ماشي هي هذيك وشي حاجة اللي ما كتسداش في هذه المدينة العزيزة، راه حنا غادي نوقفوا له في وجهه وغادي نقولوا له راك تدير شي حاجة ماشي هي هذيك، من أجل تقويم عمله ومن أجل وضع النقاط على مكامن الخلل في العمل ديالو. وأتمنى له مسيرة موفقة داخل مدينة فاس، وما أدراك ما مدينة فاس، والناس
ديال مدينه فاس كلشي تيعرفهم وكلشي تيعرف شكون اللي قبيح وشكون اللي مزيان. ريال الجاوي كيبخر فاس، كل واحد وبلاكتو في فاس. الا كنا حنا ناس ديال المشاكل وديال الفتنه راه فاس غيعرفنا، وإلا كنا ناس حقانيين وتنبغيو الحق ومع الحق وغنبقاو ديما مع الحق حتى نموتوا ونخليو ولادنا كيفتخروا بينا، فراه هذا هو فاس. وكنتمنى ان الرساله توضح. قبل ما نسالي لابد نعطي الكلمه للكاتبه ديال القطاع باش تزيد شي شويه من شي حوايج اللي هما تقنيين، شي حوايج اللي تخص الشركه، باش الاخوان والراي العام كله يعرف شنو كاين. والحضور ديال الاخوات كاملين اللي كاينين هنا، هاد الاخوات الوحده الصباح مازالين مرمدين فوق التروطوار في الشارع في الزنقه كما كنقولوا بالدارجه بشطيطهم بدرورهم بحوايجهم، اللي كلا العصا كلا العصا واللي تعتقل لا انسى. وهذا في اطار الحق. الشكر للسلطات الامنيه والقضائيه لان اعتقلوا الاخوات وخرجوهم، وهذا في حد ذاته اطار واحد في اطار واحد الحاجه اللي هي لكل مدوروه، كل واحد تيدير الدور ديالو. غير هو حتى واحد ما خصو يدخل في الدور الاخر. انا الدور ديالك ما ندخلش فيه وانت ما تدخلش في الدور ديالي، ولكن ما نمثلوش على عباد الله. تحيه للاخوات اللي تعتقلوا وخرجوا. امور المحنه غتجيب ربي الفرج. هذا ليس بوعدي ولكن هذا وعد ربي، وكان وعد ربي مفعولا. تحياتي وشكرا. والاخت سناء تفضل.